عليكم ورحمة الله وبركاته. ممدوح عباس بلغ إدارة الزمالك ونزل تويتر على حسابه الشخصي، قال إن هو يعني من الآخر كده أنا هسلت إيدي من الموضوع ده نهائي. الراجل طبعا شايف تخبط وشايف الدنيا بتروح في الهوية. قال لك أنا هنفذ اللي أنا قلته، هنفذ وعودي مع الزمالك والمكافآت اللي أنا قلت عليها بخصوص بطولة كأس مصر أنا هديها للعيبة، ولو وعدت النادي بأي حاجة أنا هنفذها، وبعد كده أنا مش هنفذ أي طلبات جديدة للنادي. أنا من الآخر كده هطلع بره الصورة خالص، ومش هعمل أي حاجة للنادي بسبب المواقف اللي حصلت والقرارات اللي حصلت الفترة اللي فاتت. طبعا الفترة اللي فاتت أحمد السيد زيزو يعني وقع الدنيا خالص. الاعلان بتاعه على النادي الاهلي محقق مكاسب مهوله على السوشيال ميديا والشركات الرعاه، محقق مكاسب مهوله. يعتبر ان الاهلي خد نص، يعني دخل له نص صفقه زيزو اللي هو دفعها في الموسمين اللي هو عملهم، اللي هو تعاقد معاه. بالتالي هو ارباح النادي الاهلي من الاعلان بس، ومن الاعلانات اللي زيزو عملها تدخل في نص المبلغ اللي الاهلي دفعه، غير التصريحات اللي زيزو قالها وبينها. ان هو قال ان هو كان جاي له عروض كتير في الفترة في سنة 2024، وجات له عروض بمبالغ كويسة جدا. يعني جاله مثلا عرض من الشباب السعودي، اعتقد كان بيقول ان هو ب6.5 مليون دولار للنادي، زائد 10% من الفلوس اللي بياخدوها من صندوق الاستثمار السعودي. يعني هما كانوا بيخشوا لهم في السنة مثلا في السيزون بيخشوا لهم 100 مليون ريال سعودي، فهو كان ياخد 10% كل موسم. كان هياخد له مثلا 10 مليون ريال سعودي غير ال6.5 مليون دولار. أرقام مهولة يا جماعة، كانت المفروض هتخش في خزائن نادي الزمالك، والإدارة خافت إنها تتحرك في أي ملف من الملفات، إذا كان الريان، إذا كان الشباب، إذا كان نيوم. كل الأندية دي كانت عارضة. أقل نادي فيهم كان عارض 4 و5 مليون دولار. أقل عرض كان جاله في شهر واحد اللي فات من نادي الاتفاق ب2.5 مليون دولار، لأنه كان لعيب فري وقتها، والنادي كان خايف ياخد أي قرار عشان ردة فعل السوشيال ميديا. أنت متخيل إدارة، مجلس إدارة بالكامل لنادي زي نادي الزمالك خايف ياخد قرار في لاعب زي زيزو اللي هو لاعب 5 ستار عندك رقم واحد، عشان بس خايف ان الجمهور يتقلب عليه. انا دلوقتي لو رئيس نادي وجيت بعت اللعيب اللي عندي وطلعت قلت للجمهور يا جماعه انا النادي بيمر بازمات ماليه ومفيش سيوله كتير، وانا مش هعرف اكفي زيزو، مش هعرف اديله المرتب بتاعه، ولا هعرف اخلي اللاعب يستمر عندي، وانا بعته عشان ادخل للنادي وادخل للخزنه بتاعت النادي فلوس وملايين عشان اقدر اوقف الفرقه على رجليها وادي اللعيبه مرتباتها وابدا من جديد، وهطلع زي ما طلعت زيزو هطلع زيزو واثنين وثلاثه واربعه. الجمهور هيعترض معاك في ايه؟ الجمهور هيقف وراك وهيسقف لك وهيقول انت اداره ناجحه، لكن انت كده اداره فاشله. انت كده راجل جبان خايف من رد فعل الجمهور. طب ما تطلع توضح. حتى زيزو قالها لك، قال لك انت لو مش تقدر تديني مرتبي، ولا تقدر تدي مرتبات اللعيبه، ولا تقدر تكون سكواد كويس الفتره اللي جايه، داني واستفاد بالفلوس دي، وكده كده بقى يعني اظبط دنيتك، اعمل فريق جديد، هات لعيبه، اشتري، سدد اللي عليك. ده لو واحد اعمى هيعمل كده. انا مش فاهم ازاي اداره زي اداره نادي الزمالك رفضت انها تبيع لاعب زي زيزو ده، لدرجه ان هو وصل ان هو عقده انتهى وراح النادي الاهلي فري. حاجات غريبه حصلت الفتره اللي فاتت، لكن كل الموضوع اللي طلع منه كسبان هو الاهلي طلع كسبان ان هو ظبط سكواد. يعني بقى عنده حاليا اعلى 4 لعيبه في افريقيا كقيمه تسويقيه: زيزو وتريزيجيه وبن شرقي، واعتقد تاني مين، ووسام ابو علي. 4 لعيبه هم الاعلى سعرا في قاره افريقيا حاليا. الاهلي بقى عنده سكواد مخيف مرعب الحقيقه. فاتمنى يكون الفيديو ده عجبك، ولو عجبك يا ريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك عشان تتابع معانا كل جديد. السلام.